يا مساء الهنا على احلى متابعين في الدنيا. يوم جديد وفيديو جديد، يلا بينا كده نعمل مع بعض احلى كيكه بالشوكولاته. وشايفين صوص الشوكولاته اللامع غرقانه في صوص الشوكولاته، عاملينه بطريقه سهله وبسيطه. بصوا شكل الكيكه عامله ازاي، بصوا اكننا عاملين سرسرول بالظبط، وطريه طراوه. هتعملي احلى كيكه شوكولاته وهتطلع معاكي ناجحه من اول مره. وشايفين الطراوه والجمال وقد ايه طريه، اكننا بناكل جاتوه. حاجه كده في منتهى الجمال وبسيطه، ويعني مكوناتها يعني مش مكلفه كتير. هي طبعا اي حاجه دلوقتي بقت غاليه، لكن عاملينها يعني بابسط طريقه. نسمي بسم الله ونشوف المكونات. هنا اول حاجة ايه، هنعمل مع بعض صوص الشوكولاتة، وهناخد برضو منه للكيكة. ضفت كوباية سكر، كوباية زيت، 5 معالق كده كبار من الكاكاو الخام، رشة فانيليا، ودي ذرة ملح بسيطة كده ايه بتظبط لنا الطعام. وعندي برضو هنا كمان كوباية لبن، يبقى كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية سكر، 5 معالق كاكاو. عايزة بس اوريكم قوام صوص الشوكولاتة، الله على الجمال. شايفين التقل بتاعه او القوام بتاعه. هناخد بقى نص الكمية، هنضيف هنا ايه كوباية كده من صوص الشوكولاتة. دي طبعا هنركنها كده ايه على جنب عشان نزين بيها الكيكة في الاخر. وهناخد برضو هنا بقية المكونات، ضفت عليهم بيضتين ورشة فانيليا برضو، او كنت حاطة كده ضايفة رشة فانيليا على الكيكة على صوص الشوكولاتة. وضربت هنا البيضتين، وهنجيب بقى هنا ايه كوباية من الدقيق. عندي برضو هنا معلقة كده من البيكنج باودر، ونقلب كل الخليط ده كده مع بعض. سمي بسم الله. بص اهو بالمضرب العادي اهوت، ممكن عايزين نكملها ونضربها كلها في الخلاط براحتكم. شايفين ماشية واحدة واحدة معاكم اهوت يا حبايبي. هنجيب بقى هنا ايه الصينية واي حاجة اللي احنا هنعمل فيها. هندهنها طبعا دهنة من الزيت. ممكن انا دهنتها كده رشة من الكاكاو عشان الدقيق ما كانش فيه الا كوباية الدقيق، لكن اللي احنا ممكن ايه نديها كده رشة برضو من الدقيق، وهننزل بالخليط نصبه كده في الصينية ونوزعه. شايفين طريقتها سهلة وما خدتش بصوا دقايق كده في تحضيرها. هي كوباية دقيق واحدة بس. شايفين بعد ما طلعت بسم الله ما شاء الله، شايفين عالية ازاي، وعايزة اقول لكم طرية جدا. طبعا بنختبرها كده بالخلة كده من النص عشان نشوف ايه استوت ولا لا. طبعا هنا كنت سبتها تبرد شوية عشان اعرف اخرجها من الصينية، يعني لو سخنة عشان ما تتهريش معايا. وهنجيب الطبق ونقلبها. عايزه اقول لكم اللون الغامق ده مش محروقه، ده الكاكاو. زي ما قلت لكم ممكن اللي احنا ايه نستخدم الدقيق زي ما بتحبوا. اه شلت الكاكاو، بصوا ما شاء الله طريه. حبيب بقى اللي احنا او انتوا تحشوها من النص براحتكم خالص. بقسمها كده يا حبايبي بكل بساطه. كان في برضو هنا عندي شويه كريم شانتيه كده كانوا برضو جاهزين ومتبقيين، فقلت ايه لما احشيها ايه بيهم. بصوا الطراوة اهو بوزع. هما كانوا كمان شوية صغيرين زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بالله عليكم اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس على كلمة الكل عشان اي حاجة بننزلها يوصل لكم اشعار بيها يا احلى متابعين في الدنيا. عارفة ان انا اتأخرت عليكم وبتأخر وبقالي فترة يعني مش منتظمة ومش بنزل فيديوهات، لكن غصب عني. وهنجيب بقى ايه النص كده من تاني كيكة من فوق، بنظبط كده ايه عشان تبقى قد بعضها كده. ظبطتها اهوت. هنمسح بقى اي زيادات كده ايه في الطبق.
وادي صوص الشوكولاتة، شايفين تقيل وجميل جدا. وبنوزع. طبعا عايزه اقولكم لو الكيكه دافيه شويه كان زمان الصوص ده كده ينزل كده سايح وينزل بكل سهوله، لكن انا سبت الكيكايه بردت عشان كنت هحشيها كريم شانتيه. لكن بصوا بعد ما توزع، شايفين شكله وجمال وحلاوه الكيكه. الله على الجمال. بصوا الحلاوه، حاجه كده من الاخر. اول وصفة كده يا حبايبي، او الفيديو يعجبكم متنسوش تدعموني بلايك حلو زيكم عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني ان شاء الله يا حبايبي كده ايه في فيديو ووصفة جديدة ان شاء الله. الله على الجمال. لايك وشير بقى يا حبايبي. بصوا الشكل.